ميسي بالذات وبتدافع. تعالى هات احضنك عشان انا زعلان منك وبحبك. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حكايه نجم احمد علي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويا رب تكونوا بخير. مالكش دعوه مالكش دعوه اللي احنا ننشرها في الفتره الجايه باذن الله. نتكلم النهارده باذن الله عن ماتش بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اللي انتهى لصالح بايرن ميونخ بنتيجه 1-0. على النت اسمع مسلسل، اعمل حاجة، اشتغل في شغلانة. يوم 14/2 عيد الحب، انت قاعد مفيش حاجه تعملها، عمال تتفرج على اصحابك اللي بينزلوا حاجات حب وكده. ايه يعني الغطاطه بتاعت امك ايه الرغدانه اللي انت فيها دي؟ انت مستني ماتش بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان علشان تضيع الكابتن اللي عندك كله، وصاحبك قاعد عمال يحب. ويجي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يقولوا لك تعالى تعالى احنا بنحبك، احنا تعالى اتفرج على الماتش يا عم. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. سيبك من اي حاجه تزعلك، ربنا يخليك. ودي تشكيله باريس سان جيرمان ودي تشكيله بايرن ميونخ. اكتر فريق في العالم بيستحوذ على الكوره، اكتر فريق في العالم بيعمل هجمات، اكتر فريق في العالم متكامل. انت عندك ده كله؟ انت عندك ده كله؟ نيجي للناحيه التانيه، فريق بي اس جي يعتبر معاه احسن لعيبه في العالم. يا راجل كلام ده واحد معاه ميسي ومعاه نيمار ومبابي، واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخ. فريقين تقال جدا جدا، قاعدين مستنيين الاداء العالمي بتاع الفريقين، ولكن نفاجئ باداء الدوري السويد. ونفاجئ بالشوط الاول مش دوري ابطال اوروبا. انت متخيل؟ ميسي، نيمار، مبابي، كل دول وميسي بالذات وبتدافع. تعالى هات احضنك عشان انا زعلان منك وبحبك يالا. لان ما كانش صح تعمل كده يالا. ده انا كنت يالا لما بشوفك محتاج بقف معايا يالا. يعني فريق زي الباير اكبر فريق في العالم. على مالك يا عم، ما تقوليش الكلام دوت. ده انا من عيله بيه ومن بيه يا استاذ عمر، ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان تبقى عارف. طيب. ده انا بيه ابن بيه. خلينا نتكلم. الناحية التانية بقى عودة مانشستر سيتي لقمة الدوري الانجليزي ما تهدي اعضائك يا عمنا. بعد ما كان اداؤه سيء وكان اداؤه متخبط جدا في الدور الاول. بيعود الملك الانجليزي مانشستر سيتي ويركب الدوري للمرة الاولى السنة دي، وباذن الله الدوري مانشستر سيتي. انا واحد كنت بقول ان ارسنال هي اللي هتاخد الدوري بعد الاداء الممتاز جدا. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. بس بعد اصابه جبريل جيسوس ده بقى سيء، قالهم فتره ما كسبوش ماتش من ساعه ما تعاقدوا مع اللاعب اللي انت هتكتب لنا اسمه في التعليقات دلوقتي. يلا سلام بكم جدا، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنساش اللايك والفولو علشان يوصلك كل جديد.